تأجيل بنكهة رفض ضرب أطناب وفد المفوضية الأوروبية بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد في مسار إكمال للخطوة السابقة الرافضة لزيارة النواب الأوروبيين ولقائهم بأحزاب المعارضة في رد ينحصر عند عدم التدخل في الشأن التونسي. تونس اليوم تريد أن تعيد ترتيب مقاربة جديدة إنسانية في إطار تعامل. المفوضية الأوروبية هي بطبيعتها ستأتي إلى تونس من أجل التفاوض على المهاجرين الغير شرعيين. إضافة إلى ذلك اليوم تونس وحدها تجابه هذه المعضلة، وهي معضلة الهجرة الغير شرعية. صورة التأجيل أو الرفض تجمع بين ذلك الجانب الخفي لمذكرة التفاهم الموقعة في شهر يوليو أو تلك النقاط التي تحاول المفوضية فرضها على طاولة اللقاء، خاصة ملف الهجرة الذي أخذ بعدا سياسيا محركا لعلاقة الطرفين. اليوم تونس والنظام التونسي يفاوض ويحاور الاتحاد الأوروبي بأكثر من 27 دولة. المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي اليوم هم في حاجة إلى تونس أكثر من أن تكون تونس هي في حاجة للاتحاد الأوروبي. وأيضا المفوضية الأوروبية استشعرت الخطر واستشعرت الفاقة التي تعاني منها أوروبا، وهي الهجرة الغير شرعية. يبدو أن إجراءات المفوضية الأوروبية لدعم موازنة تونس وتمويل برنامج الهجرة غير النظامية الهادف لمساعدة إيطاليا بات يقف عند نقطة الصفر بسيناريو صد ورفض يزيد من إبهام المرحلة.